عرفنا خلاص ان احنا مستخلفين، وعرفنا ان احنا لازم نعمل حاجة تنفع الارض وتنفع الحياة عشان نفضل باقين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من امره، يعني ربنا يعمل اللي هو عايزه. ده فن إدارة. ده هنا أنا بكلمك عن فن الإدارة الإلهية، لأن الملائكة دي من خلقه، وفي مخلوق جديد هيشرف، فلازم يبقوا عارفين. فالملائكة ردوا قالوا له إيه؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا عقلك لازم يقف وفكرك لازم يقف. طب هي ليه الملائكة خدت الجانب السلبي من بني آدم؟ يعني ليه الملائكة أول حاجة ردت وقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هو حصل، يعني عارف، ولله المثل الأعلى. لو أنت مثلا في حد من المشاهير أو في حد معروف، فأنت بتقول للموظفين اللي معاك أو بتقول لشريكك في الشغل، تقول والله أنا عايز أجيب فلان ده يشتغل معانا. ففلان ده اللي هو شريكك يقول لك ايه؟ لا يا عم، ده فلان ده راجل كذاب وراجل ضلالي وراجل مش كويس. طب هو عارف منين؟ ده معناها ان في تاريخ اسود لبني ادم عند الملائكه. يعني ده معناه اصلا ان هم الملائكه برضو على علم مسبق ان بني ادم ده ايه؟ هيبقى في مشكله. ولكن هو هنا ربنا ما قالش بني ادم، هو قال اني جاعل في الارض خليفه، واذ قال ربك اني جاعل في الارض. ده هو بس ربنا بلغهم قال لهم ايه؟ هيبقى في خليفه على الارض، شيء هيخلف بعضه بعضا. تفتكر ليه؟ يعني ليه الملائكه اول حاجه قالت قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ دي ليها حلقه لوحدها، لو عارفها عايزك تكتبها لي في التعليقات، لان مهم جدا جدا تبحث فيها بوعيك انت وبفكرك انت، وانت تدور وتوصل ليه اول رد من الملائكه اول ما ربنا قال خليفه قالوا له اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، واحنا يا ربنا نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني احنا ما بنعملش حاجه، احنا كل اللي بنعمله حاجات طيبه وبنسمع كلامك. قال اني اعلم ما لا تعلمون. هنا بقى نخش في مرحله تانية، هتساعدك ان انت وانت في المشروع او انت في الوظيفة بتاعتك او في حياتك العملية تاخد بالك هو ازاي السيستم او السوفت وير الالهي هيشتغل جواك او بيشتغل جواك، بس انت يمكن مش واخد بالك منه. فربنا يقول لهم ايه؟ اني اعلم ما لا تعلمون. بعدها مباشرة وعلم ادم الاسماء كلها. ايه الاسماء اللي ربنا علمها لادم؟ اول حاجة ربنا سخر له الارض عشان لما تيجي مرحلة الخلافة بتاعت ادم ينزل ويتعايش فيها ويبقى خليفة على الارض. طيب المرحلة الثالثة ايه؟ طب انا نزلت هبقى خليفة، مش لازم ابقى عارف اسماء الحاجات اللي انا هشتغل معاها وهتعامل معاها؟ ولله المثل الاعلى، لو انت في الشركة كده وجاي موظف جديد داخل على ارض الشركة، اول حاجة الموارد البشرية بتعملها ايه؟ المفروض بتاخده من ايده كده تعرفه، تقول له والله ده المدير بتاع القسم بتاعك وده زميلك كذا وده زميلك كذا. بيعرفوه اسماء الايه؟ اسماء الناس اللي في الشركه عشان الراجل ده ما يضلش. ويقولوا والله بص انت لو الشركه مثلا مبنى كبير قوي، يقول له بص ده قسم الحسابات تحت وقسم الموارد البشريه في الدور الفلاني والمخازن. يبتدي يشرح له ويفهموه. فربنا لما علم ادم الاسماء كلها، يعني ربك سبحانه وتعالى اول حاجه عرف ادم اسماء الله اللي هيتعامل معاه بيها. يعني ايه؟ يعني عرف ادم ان في الله، وعرف ادم ان في رب، وعرف ادم معنى الرحمه، وعرف ادم معنى الخير، وعرف ادم معنى القيوم، وعرف ادم كل اسماء الله الحسنى. وخد بالك الدليل على كده ان في الفطره فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هقول لك على حاجة كده تعمل لك صداع شوية أو تدوشك وانت كمل بحثك فيها. مين اللي عرف أول 2 على وجه الأرض
او مين اللي عرف ادم ان الاكل او ان التفاح ده بيتحط في البق؟ يعني تخيل كده، ادم لما كل من الايه، من الشجره، كل صح؟ مين اللي عرفه اصلا ان البق ده هو نازل يعني ما عندوش اي علم باي شيء؟ يعني مين اللي عرفه ان التفاحه دي هتروح للفم؟ مش بس كده، مين اللي عرف اول اتنين تزاوجوا على الارض ان التزاوج بيحصل بالشكل اللي مازال مستمر من وقت خلق ادم لحد دلوقتي، ان الرجل بيعمل علاقه مع المراه بالشكل اللي احنا عارفينه كلنا؟ مين اللي عرف كل الحاجات دي لادم؟ مين اللي عرفه ان النار هتدفي؟ ومين اللي عرفه ان الميه هيشربها؟ ومين اللي عرفه ان هو لازم يتغذى؟ ومين اللي عرفه ان هو لازم يلبس؟ ومين اللي عرفه ان هو لازم يتزاوج؟ ومين اللي عرفه ان هو لازم يربي؟ ومين اللي عرفه في بداية قابيل وهابيل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ مين عارف لازم يتصدق؟ دي فطرة كلنا مفطورين عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. بتشوف الطفل الصغير أول ما بيتولد بيروح على ثدي أمه أو بيحطوه على ثدي أمه، هو عارف الطريق. مين بقى اللي علم الطفل ده؟ وعلم آدم الأسماء كلها. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة فيك طبيعية، زي ما بالظبط الفطره بتاعت ربنا. لما انت تمشي او تشوف حد عريان تحس ان الفطره بتقول لك لا. الفطره دي لما بتيجي تسرق بتلاقي نفسك، لما تيجي تعمل حاجه غلط تلاقي نفسك في حاجه بتقول لك لا، في ريزيستنت الهيه جواك بتقول لك لا ما تعملش ده. لما تيجي تشتم تحس بضيق، لما تيجي تعمل اي حاجه غلط ضد الفطره. فربك سبحانه وتعالى علم ادم كل شيء. يعني انا وانت وكلنا معلمين قبل مليارات او ملايين او مئات السنين كل الامور وكل اسماء الاشياء، عشان خاطر احنا ايه؟ احنا خلفاء. اني جاعل في الارض خليفه. كفايه كده النهارده، وعايزك تقول لي استفدت ايه وتكتب لي في التعليقات لحد ما اشوفك الحلقه الجايه على خير يا صديقي العزيز. الناس دي اللي هتبقى ماشيه في مشاريعها مش خايفه من الفشل، الناس دي اللي هتبقى ماشيه في حياتها محدش يقدر يجي عليها، لان دول ايه؟ عباد الرحمن، عباد ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما ربك سبحانه وتعالى علم ادم وعرفه كل الاسماء، وده علم مفضل ربنا فضل بيه ادم على الملائكه. تخيل معايا كده انك لما تكون قدامك القدره على ان انت مثلا تسرق وتقول لا انا مش هسرق، انا هتقي ربنا، انت عند الله افضل من الملائكه.